لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام عليكم ورحمة الله. أنا بقى حبيت أكمل معاكم الجولة بتاعتنا دي يا جماعة. احنا لسه في مكة، كنا ساعتها رايحين نتفسح كده ونشتري حاجات، فراكبين الباص اللي هو بيلف بينا البلد كلها. الباصات دي يا جماعة داخلي بدون أكل، مكيفة وجميلة قوي. فكنا بقى ايه خلاص آخر يوم لينا، لأن احنا الفجر هنروح اهو ظهر معاك اهو ان احنا كده رايحين المدينة خلاص، من مكة للمدينة. الباص ده خد حوالي 7 ساعات في الطريق، بس وقفنا في مرتين، دخلنا جوامع نصلي فيها ونتوضى ونصلي فيها، ما خدناش نص ساعة في الجامعين الاتنين يعني. بس وشفت بقى الجبال جميلة، منظر حلو قوي. بس احنا كده بقى ايه، كنا في المدينة في المسجد هناك. بسم الله ما شاء الله على الجمال والساحات الجميلة. الصورة دي يا جماعة يعني حوالي الساعة 1 بالليل. في ناس بتروح تنام في الفنادق ويجوا قبل الأذان بربع ساعة، تبص تلاقوا الساحات دي كلها، والله لو رميتوا الملح ما ينزل الأرض، من البشر بقى من كل أنحاء العالم، تبقى كده جامدة. بس كان الدنيا حر قوي، السعودية كلها مكة أول المدينة حر جامد 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 يعني. الساحات اللي انتوا شايفينها اللي بره دي بتبقى بقى مليانة حريم. بصوا اللي قاعدين دول بيبقوا قاعدين عشان خاطر يوصل معاهم الفجر، يصلوا الفجر ماشي. هنا بقى لما احنا كنا هندخل الروضة رحنا الفجر. بصوا الطوابير دي كل بلد بتقف طابور، والمرشد بتاعها بيكون معاه تصريح وبيدخلهم بقى. بس ايه، يخشوا دقيقتين 2 يا دوبك يصلوا ركعتين ويطلعوهم من باب تاني، علشان خاطر اللي بعده واللي بعده واللي بعده كده بقى. بس فدي بقى ساحات اللي هي بتودي للبوابات جوه، برضو الناس بتصلي فيها. دي بتبقى مليانة جدا، في بقى ناحية رجالة وناحية حريم. وفي حمامات دي بقى لو نزلت فيها حوالي 70 حمام، نظافة بقى مش قادرة اوصف لكم يا جماعة. وفي اماكن للوضوء، بتقعدي على بلاطة عالية كده عاملة زي الكرسي، بتبقى الحنفية قدامك. لا حاجة جميلة ونظافة فوق ما تتصوروا. الساحات دي عارفين يا جماعة، كنا نصلي مثلا الظهر يقومونا والمسح بقى يمسحوها بمية بليمون بكده معطرات حلوة، وفي ثواني تبص تلاقي فرشوا السجاجيد تاني والناس تقعد تصلي تاني بس، او تفضل قاعدة لغاية ما اي اذان يجي. لا كانت متعة يا رب يا رب. ودي فنادق اهي قريبة جدا مننا. دي الفنادق بقى اللي هي حواليها دي دايم ما يدور. على فكرة مساحة جامدة جدا. انا كان اخري نوصل لبوابة 25 وكنت خلاص كده شكرا مش قادرة اتحرك تاني. هنا بقى نرمين بنت كانت ماشية بتصور ماشية كده، هي كانت ساعتها راحة حوالي الحاجات دي بتترس الصبح بالليل. 1 بالليل دي بقى بتبقى فيه كمية ناس جامدة بيروحوا الفنادق قصادنا، قصاد المسجد الرسول يعني. فكانوا بقى الناس بتروح تنام وتيجي قبل الصلاة مثلا بربع ساعة بنص ساعة كده يعني. الساحات دي بقى بتبقى مليانة فظيعة. بس نرمين بقى ماشية بتصور، هي كانت دايما تحب تروح بوابة 25. احنا بقى بوابة 21 دي فيها الروضة. 24 الروضة دي بقى اللي احنا دخلناها ونشوف فيها قبر الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا الحريم كانوا بيبقوا مغلفين الصوره بتاعت السور بتاع القبر بتاعه، مش عارفه ليه في غلاف كده. هو كنا يا دوبك نخش نصلي ركعتين ونطلع من الباب تاني، لكن عند الرجاله شايلين الغلاف، انا مش عارفه ايه سببه. بس في فنادق هنا. بس دي بقى الفنادق الجميله ديت
بسم الله ما شاء الله، كمية فنادق هايلة هايلة هناك، كلها حوالين جامع الرسول، بس المسجد النبوي. بصوا شايفين بقى النظافة، بصوا البلاط، بصوا الأنوار، حاجة جميلة جميلة جميلة. وبقول لكم كمان المية زمزم موجودة هناك كميات جامدة بقى، وفي مستشفى هناك ممكن أي حد تعبان بيدخل فيها وبيكشفوا فيها وبيدوله أدوية هناك. يعني في معاملة حلوة من كل حاجة. بس اختاروا بقى انا احنا كده رايحين عند بوابة 25. دي بقى الاماكن اللي هي فيها مية، بس مش مية زمزم، مية معدنية. عشان بس لو حد عطشان ولا حاجة. ووراها بقى الاماكن فيه وضوء للرجال، في وضوء للحريم. ده بعيد عن ده خالص، ده مبنى وده مبنى، عشان ما يبقوش ما يحتكوش ببعض يعني. بس هنا بقى بوابة 25. اسم الباب. هنا بقى المسجد النبوي من جوه. بصوا الجمال يا جماعة، بصوا رفع الأعمدة، بصوا السقف شكله خرافة، شايفين الألوان الجميلة، شايفين الحاجات الحلوة والأضواء، غير بقى السجاد اللي الناس بتقعد عليه في الأرض خطير. كمان بصوا العمود ده من تحت فيه تكييف. انا كنت قاعده وساندة عليه واقول يا رب الدنيا ساعه ليه، اتاري ان انا قاعده جنب التكييف سداه وضارب في ظهري انا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. جميل جميل، اللهم اعطيها لكل مشتاق يا رب، يا رب كل مشتاق ربنا يرزقه بيها يا رب. كانت احلى عمره يعني، هي اول مره اروح، بس حاسه ان هي كانت جميله لان انا اول مره اشوف الحاجات دي. لو رحت تاني وربنا طلع كتبها لي تاني مش هتبقى بجمال الاولى. اللهم صل على النبي. شايفين النظافه هنا بقى. خلاص احنا وصلنا للمطار، ودي الطياره بقى. دي بقى طبعا نرمين اللي صورت، لان انا كنت قاعده في الناحيه التانيه وتليفوني كان فصل. الاخر انا ما صورتش واحنا في جوه مطار السعوديه ولا في مطار القاهره، ما صورتش لان خلاص التليفون كان فصل شحن بقى، ما كانش معايا اللي هو الشاحن بتاعه. فنرمين بقى هي اللي كانت قاعده جنب الشباك هنا، وهي اللي صورت الطياره وهي ماشيه وهي طالعه. يعني انا ما اتحكمتش في اي حاجه ان انا اعرف اصور. يعني بقى كان الطيار بيبتدي. بص الجبال، ده مطار المدينه يا جماعه. واحنا رايحين كنا نزلنا في مطار جده، واحنا راجعين رجعنا من مطار المدينه، لان احنا رحنا مكه وبعدين رجعنا. لما رحنا المدينه بقى ركبنا المطار المدينه. الطيار هيبتدي بقى يسحب بقى ويجري. حبيبتي نرمين كانت اول مره بقى تركب طياره، كانت فرحانه. هنا واحنا راجعين بقى كان كلنا وشنا ابيض، كنا شكلنا جميل قوي. خساره ما عرفتش اصور من جوه، انا مصوره الطياره من جوه واحنا رايحين، واكيد انتوا شفتوا الفيديوهات دي. واحنا راجعين بقى حظي. بصوا اهي طلعت الطياره بقى خلاص، سابت الارض كده وطلعت. في اللحظه دي كنت بتجري جامد قوي. شايفين بقى هي صورت كمان السحاب، لان كانت قاعده جنب الشباك. هي جنب الشباك في الشمال وانا جنب الشباك في اليمين، بس انا كان قاعده ست كبيره قعدتها جنب الشباك وانا في النص، وجنبي كان حج معانا يعني في الرحله يعني،
لان الطياره دي كانت 3 كده و3 يمين و3 شمال. بصوا بقى الكرسي اللي في وشنا بيبقى فيه بقى، ده طبعا قدام نرمين، فيه بقى شاشات وفي سماعات وتقدري تشوفي اي حاجه انت عايزه تشوفيها بقى. نرمين هنا كانت عماله بقى بتقلب مسرحيات وفي افلام وفي اغاني. نرمين كانت عماله تقلب بقى، دي بتبقى في وش الكرسي، يعني الكرسي اللي في وشي دي في ظهره الشاشه دي. كان في سماعات بقى، احنا طبعا سيبنا السماعات. في ناس قالوا خدوها، قلنا لا حرام سيبناها. انا قاعده هيك ورا اللي بشاور بايديا دي. هنا هو بقى المضيف. وصلنا القاهرة تحت، ده نهر النيل. بجد حاسه ان انا وداني هتنفجر وهرجع في نفس الوقت. سامحوني يا جماعة ان احنا ما صورناش في المطار واحنا راجعين، التليفونات كان خلاص الشحن بتاعها وقف. هنتواصل معاكم بقى ان شاء الله كده لما نروح البيت باذن الله، وتشوفوا بقى ايه الاستقبال بتاع جوزي لينا هو وابني بقى لينا هناك. فانا دلوقتي بدعي لكم ان ربنا يكتبها لكم، عشان لما تروحوا هناك تدعوا لي ان ربنا يجيب لي عودة ليها تاني باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.